السلام عليكم. اخيرا الكاف حطت لنا اللائحه الرسميه ديال اللاعبين اللي يقدروا يربحوا الكره الذهبيه الافريقيه، يعني شكون احسن لاعب في افريقيا لهذا العام. وهذه هي اللائحه اللي صدمتني بزاف. فاول حاجه كنشوفوا هنايا كاين اشرف حكيمي الاسد المغربي، واللي في نظري انا شخصيا يستاهل يكون احسن لاعب في العالم ماشي غير في افريقيا. وكاين واحد اللاعب واحد اخر اديمولا لوقمان اللي كيلعب في فريق اتلانتا. هذا اللاعب هو اكثر لاعب مرشح باش يدي هذه الكره الذهبيه، واللي باين ان الكاف كتفرش وكتوجد وكتهيئ باش تعطيه هذه الكره الذهبيه. داكشي اللي وقع مع فينيسيوس تيبان لي نفسه غادي يوقع هنا في افريقيا، يعني الخواط كاين ما عليناش الاخوان. كاين مجموعه من اللاعبين واحد اخرين بينهم هذا ديال الكوت ديفوار، واحد تنظن من غينيا، والحارس ديال جنوب افريقيا اللي من العام اللي فات هو في هذه اللائحه. تنظن انا الكاف غير نساتو ما رداتلوش البال وخلاتو. دابا السؤال اللي غادي نسولو، علاش الكاف ناويه تعطي الكره الذهبيه لهاد اديمولا لوقمان؟ واش ما بانوا لا زعما اللعابه في افريقيا من غير اديمولا لوقمان؟ فراه جيتي للمنتخب المغربي راه تبارك الله عامر باللعابه. هاد اديمولا لوقمان شنو دار كاع في المسيره ديالو؟ اديمولا لوقمان هو لاعب ديال فريق اتلانتا، والعام اللي فات حقق انجاز وحيد في المسيره ديالو كامله، واللي هو الفوز بالدوري الاوروبي، واللي كان ماركا فيه الهاتريك على باير ليفركوزن. وهذا هو الماتش اللي خسرات فيه العام اللي فات باير ليفركوزن، فرقه اللي ما خسراتش كاع حتى شي ماتش. فنفترضوا ان الكاف جات وقالت عندنا واحد اللاعب سميتو ابراهيم دياز اللي كيلعب في ريال مدريد وحطيناه في هذه اللائحه هذه. اذا اجيو نقارنوا بين شنو حقق هذا اديمولا لوقمان وبين شنو حقق ابراهيم دياز. احسن انجاز حقق ابراهيم دياز هو جا للمغرب بطبيعه الحال. فالموسم ديال ابراهيم دياز مع ريال مدريد كان حقق فيه 3 ديال البطولات. اول حاجه اللي هي الدوري الاسباني وكاس السوبر الاسباني ودوري ابطال اوروبا. شنو هي دوري ابطال اوروبا؟ راه ما يمكنش. فإلا حطينا ابراهيم دياز في هذه اللائحه بهذه الانجازات اللي دار وقارناه مع اديمولا، فراه غادي نلقاو ابراهيم دياز في واحد النيفو واحد اخر هارب بزاف على اديمولا. ولكن هنايا نقدر نقول لك ونقدر نتفق مع الكاف على ان ابراهيم دياز هي اللهجه للقاره الافريقيه، يعني هي اللهجه للمغرب ومازال جديد على افريقيا. ونقدروا نقولوا هذا العام ابراهيم دياز ما محسوبش على هاد اللعابه هادو. العام الجاي ان شاء الله هو اللي غادي يدي الكره الذهبيه ما فيهاش النقاش. غتيبان لنا ابراهيم دياز بحال ميسي ديال افريقيا، غادي يبقى يدي لكم في الكره الذهبيه حتى يسالي. ما عليناش يا سيدي. نفترضوا ما كاينش سيدي ابراهيم دياز لهذا السبب هذا ديال انه هي اللهجه للمنتخب المغربي، واجي نقارنوا اديمولا مع سفيان الرحيمي. فالفريق ديال العين اكثر من 21 عام ما عمرو وصل للفينال ولا خدا دوري ابطال اسيا. سفيان الرحيمي العام اللي فات ربح دوري ابطال اسيا مع العين، هو اللي كان عنده الفضل كامل باش ربح هذا اللقب هذا. ومع المنتخب المغربي فراه ساهم في تحقيق ديال البرونزيه التاريخيه للمنتخب المغربي في الالعاب الاولمبيه، وفوق هذا الشيء كامل كان هو الهداف ديال الدوره. والصراحه الانجازات اللي دار الرحيمي خلاته يكون واحد من ابرز اللاعبين في افريقيا. فاقل حاجه كانت خصها تكون هي اننا نشوفوا سفيان الرحيمي اللائحه اللي حطت الكاف ديال المرشحين بالفوز بالكره الذهبيه. فالا قارنتي بين لوقمان وسفيان الرحيمي فراه ما تقوليش ان اديمولا لوقمان هو اللي يستاهل يدي الكره الذهبيه، وسفيان الرحيمي كاين صاحبي وحقق انجازات خياليه. اذا هنايا كنفهموا بلي كاين الخواض وكاين التخربيق، وانا بغيت نعرف الراي ديالكم الاصدقاء، شكون اللي غادي يدي الكره الذهبيه؟ يلا الاخوان ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم بخصوص هذا الموضوع في التعليقات، وتهلاو.